مساء الخير عليكم. آه الحلقة التامنة، يا رب يكون اللي احنا بنعمله ما زهقكوش لسه واضطريتوا تدوروا على حاجة تانية تتفرجوا عليها، وان اللي احنا بنعمله ده يكون مفيد. الحقيقة بعد لما خلصت الحلقة بتاعت الغضب، مراتي لفتت انتباهي لحاجتين مهمين، او حالتين ما اتكلمناش عليهم في الأمثلة. طبعا يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن الستيت اركتكتشر او نظام تصميم الحالة، آه، في التريننج الطبيعي بتاعنا بنعطي 5 أيام فول داي 8 ساعات علشان الناس تقدر تطلع بده. ولما إن شاء الله هتروحوا على لينكد إن وتشوفوا الفيدباك اللي بيجي لنا شكله عامل إزاي، وإزاي إن الحكاية دي فعلا بتغير حياة الناس لما يفهموا المشاعر فعلا ويعرفوا يشتغلوا معاها. ويمكن يعني زي ما قلنا، أو يمكن ما نكونش قلنا إن المشكلة الأساسية في الخوف في المشاعر ما بين المدرسة اللي أنا باتكلم منها والتفصيل دوت، إن في اللغة الإنجليزية ما عندهمش تفسير لمعنى كلمة نفس، يعني مفيش equivalent للنفس. عشان كده في علم النفس لما بييجوا يتكلموا عن المنتل هيلث، هما بيتكلموا عن المخ، بيتكلموا عن الميكانيكا اللي جوه المخ. وبالتالي طول ما احنا تركيزنا على الميكانيكا بتاعة المخ، وازاي ان المشاعر دي طالعة من الانسان الاول والكلام دوت، يعني بيعمل مشكلة كبيرة في ان الناس تفهم حقيقة المشاعر وازاي تتحكم فيها. وطول ما احنا بنحاول نرجعها ان دي كيمياء، فما نقدرش نتحكم فيها، لان انا ما اقدرش اتحكم في الكيمياء بتاعتي. فاخد بقى شوية ادوية واخد شوية حاجات، فما بتروحش برضو، وبيفضل عندي نفس الحكاية. فالسر كان في ان احنا في اللغه بتاعتنا عندنا حاجه اسمها نفس، وعارفين ان النفس دي ليها وسع معين، وان الوسع ده نقدر نتدرب على ان احنا نكبره. فاقدر ازاي اتعامل مع ناس كتيره بمواقف كتيره لمجرد فهمي للمشاعر او لبرنامج المشاعر اللي ربنا، او جهاز المشاعر اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولي. وطبعا يعني ان شاء الله هبقى اعمل حلقه مخصوص هنتكلم فيها عن الميكانيكا الداخلية بتاعة المشاعر دي، وعلاقتها بالأنظمة بتاعة الهرمونات والعقل الباطن والعقل الواعي، عشان نفك الاشتباك الوهمي بتاع إن الحب أصله هرمونات، والخوف أصله هرمونات، والكلام دوت. لأنه زي ما انتوا فاهمين دلوقتي، أو بدأتوا تفهموا الحكاية، إن أحداث خارجية بتحصل بياخدها نظام المشاعر. فنظام المشاعر يطلق إشارات للجسم عشان الجسم يستعد لحالات الخطر، أو لحالات السعادة، أو لحالات الحب. فده استعداد جسدي ناتج عن ترجمة المشاعر، ومش العكس. مش معنى كده إن المشاعر بتاعتنا هي اللي بتعمل، أو الكيمياء هي اللي بتعمل مشاعر. لا لا، المشاعر وترجمتنا ليها هي اللي بتطلق منظومة الهرمونات اللي بتأهل الجسم إنه يعمل حاجة محددة. فإن شاء الله ده هنعمل له حلقة يعني مخصوص، يمكن تكون بعد رمضان نتكلم فيها بالتفصيل، لأن يمكن الفورمات بتاعها يبقى أطول شوية. طيب، مراتي بقى سألتني على حاجتين مهمين. قالت لي طيب افرض أنا حد شتمني فأنا غضبت، افرض مديري زعق لي فأنا غضبت، فأنا خايف هنا إزاي؟ أنا هنا مش خايف، أنا هنا غضبان. فتعالوا نترجم ده. لما حد بيشتمك وتغضب، بتغضب ليه؟ إيه اللي أنت خايف عليه؟ برستيجك، صح؟ شخصيتك، صح؟ حدودك اللي حد كسرها. فالغضب بيجي يقول لي ان في حد اخترق الحدود دي. واختراق الحدود دي يا جماعه يعني لحظي. لاحظوا الفرق تاني. مشاعر الغضب اللي هي اعلى درجه من درجات الخوف، هي درجه استعداد دلوقتي حالا. أنا بتكلم في الزمن بتاع الحالي. الخوف العادي بيحصل في المستقبل، حاجه هتحصل كمان يومين 3 4 5 6. فكل ما تقرب، كل ما درجه الخوف تعلى، كل ما ان انا اقرب للغضب يعني. عشان كده لو في حد عنده امتحان بكره ومش مذاكر، يغضب بسرعه جدا. لو اي حاجه حصلت يغضب بسرعه جدا. ليه؟ لانه عمال يقول له انت مش جاهز، 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 انت مش جاهز. فلو ما جهز يغضب، يشتعل بسرعه. وزي ما قلنا، اسرع وسيله، جربوا ده، والناس اللي جربت ده لو سمحت تكتب لي في التعليقات، انك بمجرد ما تقول هل حياتي في خطر، لا، هتنزل للنورمال ريسبونس بتاع الخوف الطبيعي. انا مش مذاكر هعمل ايه؟ انا ما ذاكرتش هعمل ايه؟ ابويا هيضربني هعمل كده. فحتى الناس اللي بتتشتم وتغضب، هي خايفة على الحدود بتاعتها اللي اتكسرت. انا خايف اني مش قادر احافظ على حدودي، هعمل ايه عشان احافظ على الحدود ده؟ فمسألة الحدود مسألة من الحاجات اللي انت بتخاف عليها، وبالتالي بتخليك تغضب. فدي حاجة. الحاجة التانية برضو اللي هي
قالت لي عليها. طب لو واحد حصل له حادثة هو مش ما يقصدهاش، يعني أنا يا عم نمت بدري وصحيت بدري وحصلت حادثة في الشارع فالدنيا بقت زحمة، فأنا خُفت الحادثة، فأنا خُفت، فأنا غضبت إن ده هيعطّلني عن الحكاية، تمام. اسأل نفسك نفس السؤال، هل حياتي في خطر؟ لو الإجابة لأ، يبقى هانزل عن الخوف. طيب هل في حاجة خطر هتحصل بسبب الحادثة دي هاتأخر على اجتماع مهم؟ يبقى هاعمل إيه؟ يبقى هارفع سماعة التليفون، ألو يا جماعة أنا حصل حادثة، تِك صورة، أدي الحادثة أهو، أنا هاتأخر نُص ساعة، ممكن نعمل إيه؟ فأنت بدأت تستعد. لكن لما بتقع في حالة الخوف أو الغضب وتتخطف وأنت مش فاهم تتعامل معاه إزاي، وتبدأ تقول بقى أنا هاعد من 1 ل10 والّا هاعد رجلين الخرفان والّا أي كلام اللطيف اللي هم بيقولوه ده، واللي على فكرة بيشتغل شوية ليه؟ لأن زي ما قُلت لك لمّا بتقوله بتنشغل، فالمشاعر كنظام بيساعدك على إنك تستعد يسكت، لإنك مشغول بتقول كلام فارغ، هاعد من 1 ل10 هاعمل مش عارف إيه ل30، يعني كل ده حاجات عظيمة بتريحك لحظيًا لكنها ما تحلش المشكلة بتاعتك. لكن أول لمّا أقول حياتي في خطر تلاقي المؤشر نازل للدرجة المعقولة، أول لمّا ينزل للدرجة المعقولة اسأل نفسك هاستعد إزاي، هارفع سماعة التليفون هابلغهم إني هاتأخر. لكن لو عملية الزحمة دي عملية متكررة وأنت كل يوم بتغضب يبقى أنت لازم تغيّر، يبقى هانزل بدري، هانزل متأخر، هاغيّر شغلي، هاغيّر مكان وهابطّل أشتغل. لكن لو فضلت كل يوم تغضب، تغضب، تغضب أكيد هتعيا. وهل الغضب كل الناس اللي بتغضب من الزحمة، هل في يوم حسيت إن نرفزتك أو شتمتك للناس اللي جنبك خلّيتهم يغيّروا طريقتهم في السواقة، خلّت حياتك أفضل في السواقة، خلّت دنيتك أحلى في السواقة؟ ما حصلش. النتيجة كلها إنك هتعيا بس. الواحد عايز نضارة عشان يشوف النضارة اللي بيشوف بيها النضارة. فده بيعمل مشاعر استعداد. طيب يبقى ده الجزء بتاع الغضب ردينا عليه وردينا على السؤالين اللي مراتي قالت لي عليهم. فده أرجو إن ده يكون، وبرضه يا جماعة حطوا أسئلة، وإن شاء الله يعني ممكن نبقى نعمل حاجات لايف نجاوب فيها على الأسئلة بتاعت حضراتكم، أو في الحلقات اللي بعد رمضان نقدر نتعمق أكتر كمان. طيب تعالوا نروح بقى للندم بسرعة قبل ما الربع ساعة بتاعتنا تخلص. يعني إيه ندم؟ وليه الناس دايمًا تقول لنا ما تندمش، ما تندمش، ما تندمش، زي الراجل اللي شتم ده وندم، أو لمّا الواحد يتنرفز على مراته وعياله وبعدين يرجع يقول أنا ندمت إن أنا عملت كده. فكروا معايا شوية كده ليه بنندم؟ إمتى بيحصل ندم؟ وتعالوا نعمل practice، هاقول لكم الحلقة الجاية هنتكلم عليه وأنتم قولوا لي بتحصل إمتى، فهتبدأوا تفهموا إزاي تلعبوا اللعبة دي. لمّا هنعرف ده بيحصل إمتى، فهنعرف الرسالة اللي عايز يقولها لنا إيه المشاعر، فنعرف إنها مشاعر إيجابية. فإحنا لحد دلوقتي اكتشفنا إن الخوف مشاعر إيجابية جدًا، الغضب مشاعر إيجابية جدًا، الزهق مشاعر إيجابية جدًا، وما نقدرش نعيش من غيرها. فكلمة ما أقدرش أعيش من غيرها ده معناه إن أنا محتاج أغضب ومحتاج أخاف ومحتاج أعمل كده، مش الكلام العجيب بتاع أنا هاعلمك إزاي ما تغضبش وتبقى في الzen zone والكلام ده. ما فيش حاجة اسمها كده. جهاز الإنذار لمّا حاجة هتحصل غلط، ربنا سبحانه وتعالى عامل جهاز الإنذار ده عشان يرن، فأنت تاخد action صحيح. عشان كده في الصلاة لإنك بتبقى في حالة السكون الأفكار تيجي لك، فاستفيد من ده، استفيد من ده. يعني واحدة من أهم الحالات أو الحاجات اللي بتحصل في الصلاة إنك بيبقى عندك وقت إنك تسمع المشاعر بتاعتك دي إيه. يعني وقد تكون أحد الأسباب اللي عشانها بنصلي إن إحنا نسمع المشاعر بتاعتنا بتقول لنا إيه. أنا محتاج أستعد لإيه، أنا محتاج أتعلم إيه، أنا محتاج أغيّر إيه في حياتي. فزي ما أنت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيكلمك عن طريق المشاعر. المهم إن إحنا نفهم المعنى ده وما نتعاملش معاها بالمعنى العقيم بتاعة إنها سلبية واركنها وكده. طيب الندم بييجي دايمًا لمّا زي ما قُلت لك واحد يزعق وبعدين يرجع يقول أنا معلش ما كانش قصدي، أنا ندمت على ده. واحد كان المفروض يزور والده واتوفى، فيندم على إنه ما كانش بيزور والده. إذًا الندم بيحصل لنا أو بييجي يدّينا رسالة مهمة جدًا، 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 إن إحنا كسرنا قانون إحنا كنا حاطينه لنفسنا، ما كناش المفروض إن إحنا نكسره. أنا دخلت شغل وما مضيتش عقد، فاندم ليه؟ لإني كسرت قانون بيقول لو أنا داخل في أي شغلانة جديدة لازم أمضي عقد. أنا داخل علاقة جديدة واتضحك عليّا، فأنا حاطط قانون لنفسي إن قبل ما أدخل في أي علاقة جديدة لازم أسأل عن الشخص اللي أنا داخل معاه العلاقة دي.
أنا ما زُرتش والدي واتوفى، أنا كسرت قانون بيقول إن الناس القريبة منّي دي لازم أزورها، إذًا لازم أندم، لإن الندم معناه إنّي أرجع وأشوف إيه القانون اللي أنا كسرته عشان أتعلّم أحترمه بعد كده. أنا لو ندمت مش هاعرف أرجّع والدي، لكن هاعرف أزور والدتي، لكن هاعرف أزور إخواتي، لكن هاعرف أزور أصحابي. هاحترم القانون. لمّا عقد ما اديتوش واتضحك عليَّ في الشغلانة، لمّا هاندم هاتعلم من القانون الشغلانة الجاية هامضي العقد، إني هاقراه كويس. الندم مهم جدًا، جدًا، ما نقدرش نعيش من غيره، وما نقدرش نتجاهله، والناس اللي تيجي تنصحك تقول لك ما تندمش، هُم مش عارفين هُم بيقولوا إيه. واحد من أهم المشاعر اللي في حياتنا اللي لازم نتعلم منها نحترم القوانين اللي إحنا حاطينها. واحد جات له فرصة لشغلانة كويسة جدًا، وقام قال أنا مش هاشتغل الشغلانة دي، وندم. عشان لمّا تيجي لك فرصة تانية كويسة زيها، اقفش الفرصة. اندم عشان تعرف إيه القانون اللي أنت كسرته واللي لازم تحترمه المرّة الجاية. إذًا الندم ليه وظيفة محددة جدًا، 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 جدًا. تمام، عشان كده بنقول ذكاء المشاعر، عشان تفهم إيه الفرق بين إنك خايف وإنك غضبان وإنك ندمان. ده محتاج ذكاء، محتاج ذكاء إنك تقعد تفسّر المشاعر كلّها عن بعضها، عشان كده سموه intelligence. لكن المشكلة في كل اللي كانوا بيقدموه العُلما، لإنه طبعًا ما عندوش نَفْس وما عندوش خالق وما عندوش حاجات كتيرة جدًا، فهو مُصِر يرجّع المسألة لمسألة بيولوجية بحتة وكيميائية بحتة، وبالتالي بيفتقد المعنى الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يدّيه لنا، أو المساعدة الAI assistant اللي عندك، اللي بيقول لك إزاي تتعامل في المواقف. إذًا الندم بمنتهى البساطة نوع من المشاعر اللي جاية بتقول لك أنت كسرت قانون أنت كنت حاطّه لنَفْسك، لو سمحت احترم القوانين اللي أنت حاططها لنَفْسك في المستقبل. ومن أصدقائه يعني من نفس العيلة هتلاقوا مثلًا آآ الندم، تأنيب الضمير، إيه تاني؟ اكتبوا لي في التعليقات إيه حاجات تانية شبه نفس يعني اللي ماشية في نفس السكة دي، اللي إحنا بنسميها بقى الregret والندم وتأنيب الضمير وكل الحاجات اللي شبه كده. آآ دي كانت الحدوتة بتاعة الندم وشوية follow up على ده. الحلقة الجاية هي نضارات كتير too much نضارات. الحلقة الجاية هنتكلم على نوع من أنواع المشاعر. لو سمحت اكتبوا لي في التعليقات إيه نوع المشاعر دي، بيجي إمتى، بيجي لما إيه اللي بيحصل لنا؟ الإحباط، اليأس، العجز، إمتى بتحصل لنا المشاعر دي؟ ودلوقتي هتقدروا طبعا تعرفوا إن ده سلبي ولا إيجابي. اكتبوا لي عن الحكاية دي. أرجو أن تكون الحلقة بتاعة الندم مفيدة. اكتبوا مواقف على فكرة، ويعني وإن شاء الله أخلي التيم بتاعي يبص عليها ويكتب لكم شوية طرق مختلفة إزاي تفكروا بيها في الحكاية دي. أشكركم شكرا جزيلا، وأشوفكم بكرة على خير بإذن الله. كان معكم يسري عصمت، وأشوفكم بكرة. شكرا، تصبحوا على خير.